أخبار ماروكو 21. الخبر اليقين في الوقت والحين. السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة أخبار ماروك 21 في هذا الخبر الجديد. يوم بعد يوم يتأكد حماقات النظام الجزائري تجاه المملكة المغربية، خصوصا هذه الأيام بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم المنظمة بالجزائر. فقد تأكد بشكل رسمي غياب ممثل عن الرئاسة الجزائرية في نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة الذي سيقام يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب نيلسون مانديلا بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي. ورغم أن البروتوكول الرئاسي لم يكشف عن أسباب غياب أي ممثل له، إلا أنه من المرجح أن يكون وصول المنتخب المغربي للمباراة النهائية له علاقة بذلك. ومن المرتقب أن يتم الاكتفاء بحضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وممثل عن وزارة الشباب والرياضة من أجل الوقوف عن البوديوم وتقديم الميداليات للمنتخبات المشاركة. في نهاية هذا الخبر لا تنسوا الاشتراك في قناة أخبار ماروك 21 وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله. إذا كانت هذه زيارتك الأولى لقناة أخبار ماروكو 21، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد.